صب الخرسانه الكتليه بقى، لو عندك لبشه اساسات كبيره جدا فيها كميه خرسانه كبيره جدا، او عندك مثلا في صب السدود دي كلها خرسانه كتليه عندي ايه كميه خرسانه كبيره. قال لك انت ممكن تصبها على طبقات. ايه ميزه الصب على طبقات دي؟ انك لما تيجي تصب الطبقه الواحده وتسيبها شويه تبدا عمليه ان هي تشك او تكتسب مقاومه شويه، تيجي تصب الطبقه اللي بعدها، لما نيجي نشوف الضغط الجانبي اللي هيتكون على الشدات، كان الارتفاع ده عالي، كل ما الضغط ده تحت يبقى يزيد. فعشان اقلل الضغط الافقي ده والشدات بتاعتي ما تنهارش لازم اقلل الضغط الافقي ده، فبعملها على طبقات بحيث ان هي تقلل لي المثلث ده، هتلاقيه قل شويه ايه قل شويه من تحت، فبتقلل لي الضغط الافقي اللي ايه تحت اللي ما تخليش الشدات بتاعتي تنهار. الطبقات دي سمكها قد ايه؟ من 30 ل 50 سم. قال لك المده ما بين كل طبقه والثانيه ما تزيدش عن نص ساعه. لو سبت الطبقه الاولى لحد لما تشك، قلنا الشك الاولي للاسمنت بياخد تقريبا نص ساعه. بعد ما بتشك بتخش في مرحله التسلط، بس في مرحله التسلط دي الخرسانه لسه ما اكتسبتش المقاومه بتاعتها جامد، فانت لما تيجي تحملها باي قوه ولو ضعيفه بوزن الخرسانه الطبقه اللي فوقيها بس هيحصل فيها شروخ. فانت ممكن تحصل شروخ وهي لسه قبل ما تتسلط، ودي حاجه مش مرغوب فيها. فانت في مرحله الشك الابتدائي بس تقدر تصب طبقه فوق طبقه، ما تسيبهاش لحد لما تتسلط، تخش في عمليه التسلط وبعدين تصب الطبقه اللي فوقيها. لو عندك مساحه واسعه كميه الحديد فيها قليله، بنستخدم فيها القوام الجاف طبعا، اللي هو ان الخرسانه تبقى ناشفه سهله انك ايه انك تصبها، ما فيش حديد تسليح كبير او كثيف خايف ان الخرسانه تقف ما تخشش جوه الحديد ده. انما لو عندك قطاع مكدس بالحديد القوام بتاعك لازم يبقى ايه رخو، عشان برضو تعرف تدمج ايه كويس وما يحصلش اي عمليه تعشيش في الخرسانه. صب الاعمده الرأسيه او الحوائط الرأسيه، ما ترميش الخرسانه من ارتفاعات كبيره، قلنا الارتفاعات الكبيره دي لما تيجي ترمي الخرسانه من الارتفاع الكبير ده بتحصل عمليه الانفصال الحبيبي، نتيجه ان الحبيبه الكبيره دي وزنها كبير فبتكتسب سرعه كبيره جدا وهي نازله، فبتسبق الحبيبات الصغيره، فتلاقي الركام الكبير تحت والركام الصغير فوق. ممكن كمان لو الرياح شديده جدا ممكن تاثر لي على برضو على مكونات الخرسانه دي. حد عندك لحد 1.5 متر ماشي. طب لو عندك عمود 3 متر اكتر من 3 متر، في حلول. اول حل انك تستخدم مصدات مرحليه جوه الشده، تبقى مايله كده جوه الشده بحيث ان الخرسانه تنزل على اول مرحله، سرعتها تقل تتزحلق على المرحله اللي بعدها، سرعتها تقل تتزحلق على المرحله اللي بعدها. فالمراحل دي بتقلل من سرعه من سرعه هبوط او سقوط الخرسانه. تاني طريقه ممكن اصب بيها ان انا ادخل الماسوره جوه الشده او جوه العمود توصل لي للمنسوب بتاعي اللي هتنزل منه الخرسانه، يبقى الخرسانه تنزل للمنسوب بتاعها تحت عن طريق ماسوره، او ممكن ماسوره الضخ بتاعه البامب نفسها بدخلها جوه العمود لحد المنسوب يوصل لحد منسوب متر، تقع الخرسانه من منسوب متر بالراحه من غير ما تبقى سريعه. ثالث طريقه بقى دي واسهل طريقه ان انا اعمل شبابيك. ازاي شبابيك؟ انا عندي العمود اهو 4 متر، هقسمه، هعمل عندي 2 متر فتحه في الفورمه من الجنب، واصب الخرسانه من الفتحه دي لحد منسوب ال2 متر. خلصت ال2 متر انادي النجار اقول له اقفل لي الشباك ده الفورمه دي، خلاص اقفلها لي كويس، واصب ال2 متر اللي فوقيه. يبقى انا عملتها على مراحل عن طريق شبابيك مرحليه. احتياطات صب الاسطح المائله. لو انا عندي سطح مايل، الميل ده لازم يبقى ميل مناسب بحيث ان هو ما يحصلش انفصال حبيبي. القوام بتاع الخرسانه يبقى جاف، التشغيليه بتاعتي تبقى منخفضه، يعني كميه الميه جوه الخرسانه قليله، بحيث ان هي الخرسانه دي لما تحطها على المستوى المايل ما تنسبش منك او ما تنهارش منك، تحافظ على سمك الخرسانه المايله دي. ما تصبش الخرسانه من اول الميل وتسيبها تنزل على المنحدر او المجرى بتاعك ده لحد لما تقع بسرعه عاليه جدا في
الميل تحت. امال اعمل ايه؟ اعمل مصدات رأسية بحيث ان هي لما الخرسانة دي تنزل المصدات دي تقلل سرعتها وبعدين تنزل ايه على الشدة بسرعة ايه قليلة.